سر إصابات ريال مدريد. شفت السر وكشفت السر الذي يعاني منه كيليان امبابي. 3 إصابات في شوط واحد، تخيل ريال مدريد. وميليتاو إصابته خير. تعرف ليش؟ امبابي ومشكلته مع فرنسا او مشكلته مع ريال مدريد. بصراحه ريال مدريد قدم مباراه من افضل المباريات اللي قدمها في شوطي اللقاء، سواء كان في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني. يعني حرفيا من افضل الاشواط اللي قدمها في شوطين. حرفيا ريال مدريد في هذا الموسم ما قدم الكثير من المباريات المميزه جدا او الجميله في شوط واحد فقط، مثل مباراه بروسيا دورتموند والعديد من المباريات اللي مثلها. لكن ان يقدم مباراه جيده او حتى ممتازه في شوطي اللقاء، هذا الامر لم يحصل الا في مباراه اوساسونا. فذاك الامر مثل ما احنا متعودين، خلينا نكتب البدايه صلاح بن النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلينا ننتقل الى قصه الشوط الاول وقصه الشوط الثاني حتى نتعرف على احداثيات اللقاء ونعلق على كل احداثيه على حده. في نهايه الفيديو راح نسمع اجابه الاسئله. يلا بسم الله. ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب امام اوساسونا المركز الخامس، وفي كثير ناس غضت النظر بان اوساسونا المركز الخامس وهو الفريق الوحيد في الدوري الاسباني الذي تغلب على برشلونه في هذا الموسم. برشلونه مخيف جدا. ففي شوط المباراه الاول وفي اجواء البرنابيو الجريحه، نعم اجواء البرنابيو الجريحه. ليش الجريحه؟ لانه عارفين جريحت في مرتين، في ميلان وفي برشلونه. عارفين برنابيو او ملعب بسانتياغو برنابيو مش متعودين انه كثير ريال مدريد يخسر عليه، لذلك الامر سميته انه البرنابيو الجريح. ولكن الجريح الذي ضمدت جروحه في هذا اليوم امام اوساسونا برباعيه نظيفه. بدات المباراه طبعا باول ربع ساعه في فرصه من ريال مدريد، فرص خطيره كانت بريال مدريد، سيطر على اللقاء مثل ما احنا متعودين، او لا خلينا عشان نكون صريح، في هذا الموسم ما تعودنا كثير ريال مدريد في اول ربع ساعه وفي بدايه المباراه انه كثير يسيطر بصراحه. ولكن في هذه المباراه شاهدنا العكس. وتخيل ريال مدريد في الدقيقه 20 للدقيقه 30 وهذه الدقائق المشؤومه على دفاعات ريال مدريد وعلى هجومها ايضا. رودريغو انصاب وخرج المباراه باكيا، وميليتاو انصاب وخرج من المباراه باكيا، وحتى ميليتاو على النقلات، وايضا فاسكيز انصاب. فتخيل قديش شآمة هذه ال10 دقائق التي مرت على ريال مدريد وعلى جماهير ريال مدريد. ولا لا كمان لا اصدمك يعني، معلش تحملني سامحني حقك علي. ميليتاو اصابه بقطع الرباط الصليبي وهذا الموضوع رسمي، سنه كامله ميليتاو راح يغيب، ولوكاس فاسكيز 3 أسابيع، ورودريغو شهر، وانشيلوتي بالاخير مين نزل؟ هو فقط ريال مدريد تبقى انشيلوتي فقط ما انصاب. لكن حسوا شوي بشعور برشلونه او البرشلوني في الموسم الماضي، خلينا نكون صريحين. برشلونه الموسم الماضي ما ظل غير تشافي ينزل يلعب. لكن ان شاء الله انه نقوم بالسلامه بالاخير مزح، وان شاء الله انه ريال مدريد يكتمل الصفوف باقرب وقت ممكن. فينيسيوس لو استنى اللاعب الساقط لما كان سجل الهدف الاول في الدقيقه 34. ففينيسيوس جونيور حرفيا انفجر في هذه اللقطه، اخذ اللاعب على اليمين وحطها في اسفل، لا عفوا في اعلى الزاويه اليمين للمرمى. فتح نتيجه اللقاء بهدف لفينيسيوس عندما قال وقت علي السعيد الكعبي بانه هنا انفجر فينيسيوس. وانت عارف يا اخوان، ومثل ما اقول لكم في كل فيديو اذكركم اياه بانه فينيسيوس هو الذي يستحق الكره الذهبيه. اتفقنا؟ يلا اللي بعده. دقيقة 41 بعد إصابة ميليتاو في لاعب جديد اسمه اسينسيو، مش اسينسيو اللي راح أو مش اسينسيو لاعب باريس سان جيرمان، لا اسينسيو لاعب ريال مدريد. في لاعبين مدافعين، وهذه مشكلة مين؟ مشكلة انشيلوتي. شو مشكلة انشيلوتي بالشر؟ بأنه لا يعتمد على اللاعبين الشبان، لا يعطي الفرصة للاعبين شبان. أنا متأكد بأنه أكاديمية ريال مدريد في تمتلك العديد والعديد 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 من اللاعبين الشبان البارزين واللي أقوى حتى من التشكيلة الأساسية. ولكن انشيلوتي لديه بعض الجبن وبعض الخوف من إدخال لاعب شاب بتشكيلة ريال مدريد. ولكن يا انشيلوتي يوجد لديك العديد من اللاعبين، واسينسيو خير دليل على ذلك. فاسينسيو هو الذي صنع الهدف. وذاكرين كوبارسي وبدايه كوبارسي كانت هيك ترى. كوبارسي كان يمتلك القدره على ان يوصل الكره خلف المدافعين، ضربه عرضيه خلف المدافعين تصل الكره الى لامين يامال ويسجل. هذا ما فعله اسينسيو مع بيلينغهام عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقه 41 بتمريره خياليه من اسينسيو. هذا اللاعب عندما تمتلك لاعب مدافع صلب قادر على انه هذا العمر قادر حرفيا بانه يوزع هذه الكره، فلا هذا اللاعب على الكره 100%. وانت تحتاج لاعب مدافع يعرف يلعب على الكره، صح ولا لا؟ لكن بالنسبه للنواحي الدفاعيه لسه ما اختبر. اوساسونا ما كان الامانه مهدد بشكل كبير جدا. الشوط الثاني في اول ربع ساعه لم نشاهد اي شيء لا من ريال مدريد ولا من اوساسونا. المباراه كانت هاديه، اللعب كان في منتصف الميدان، ولكن في الدقيقه 60 الدقيقه 70 شوف شو حصل في هذه الدقائق. انسى فينيسيوس، وانسى انه فينيسيوس مشى من نصف الملعب، انسى انه فينيسيوس ابدع في هذا الهدف واقنع، قص الحارس كمان يعني مر من الحارس وسجل كمان الهدف الثالث لريال مدريد والهدف الثاني له فينيسيوس وانفجر في هذه المباراه. انسى كل هذه الامور وركز على تمريره لونين الذي قدم مباراه من اروع ما يكون امام ميلان. نعم ميلان فاز على ريال مدريد، ولكن خلينا نكون صريحين، لونين ما شاء الله، لونين يعني حراسة ريال مدريد بخير. حتى لو أصيب كورتوا، لو عاد كورتوا 100%، ولو أصيب كورتوا لونين عندك 100%. حراسة ريال مدريد ترفع لها القبعة، ونيال الأمانة ريال مدريد بسم الله ما شاء الله، هؤلاء الحراس اللي يمتلكها ريال مدريد أنهم حراس مبدعين. فتمريرة لونين لا هي إلا دليل
بأنه حرفيا لونين من أفضل حراس المرمى اللي قادمين بقوة إلى كرة القدم. رابع بعدها ب4 دقائق، ولكن لا، كان لفينيسيوس رأي آخر، وهنا مبابي مرر لفينيسيوس جونيور، ولو سجل فينيسيوس جونيور كل الصحف أجمعت وكل وسائل التواصل الاجتماعي إنه مبابي حرم نفسه الهدف وأعطى لفينيسيوس جونيور، ولكن هذا ما كان عليه حتى لو مسجل فينيسيوس، لأن مبابي الأمانة شاهدنا في كثير من الأحيان يمرر الكرة بصراحة، ما فيش عنده أنانية، خلينا نكون صريحين. دقيقة 67 حاول ريال مدريد مرة أخرى عبر بيلينغهام ولكن دون جدوى. دقيقة 68 بعدها بدقيقة قطع الكرة إبراهيم دياز ومررها لفينيسيوس جونيور حتى يسجل الهدف الرابع. 4-0 لريال مدريد، وفينيسيوس سجل الهاتريك واثبت للكل، هو مش اثبت، هو من المؤكد الامانه بانه يستحق الكره الذهبيه، ولسه راح تشوفوا انفجارات كبيره جدا قادمه بقوه لفينيسيوس. فينيسيوس هاتريك، وسجل هاتريك في دوري الابطال، وفينيسيوس من افضل اللاعبين في ريال مدريد في هذا الموسم وحتى في المواسم الماضيه. فينيسيوس مشروع لاعب اسطوره لو ركز على العقليه، هذا اللاعب مشروع اسطوره قادمه بقوه الى كره القدم، خلينا نكون صريحين. وفينيسيوس يعني مش طبيعي. بعد ما سجل ريال مدريد الهدف الرابع انتهت المباراة حرفيا، ريال مدريد ضمن بذلك، فريال مدريد فاز وخسر بنفس الوقت. فلما تخسر 3 لاعبين، لوكاس فاسكيز انت هيك خسران كرفخان، مش عارف مين هو البديل، وانت خسرت ميليتاو. خلينا نجيب عن اول سؤال. سبب اصابات ريال مدريد هو الموضوع مش عند ريال مدريد ولا عند اي نادي في كرة القدم، الموضوع هو بالمسؤول عن هذه المباريات، انه كل 3 ايام او كل يومين يلعب لاعب في المباراة. والله العظيم هذا استهلاك واستنزاف بدني رهيب، حس بانه حرفيا استهلاك للاعب بشكل مش طبيعي، والاصابات كثرت يا اخوان. يعني حرفيا هذا الموسم لازم يكون درس للمنظمين على هذه الامور، انه ينظم المباريات وينظم مواعيد المباريات، لازم كمان يقللوا عدد البطولات. يكفي يا اخوان، يكفي. نحن كمشاهدين كرة القدم ممكن يصابك ملل من كثرة المباريات. يجب على المنظمين بان يقللوا حجم المباريات من اجل اللاعب اولا، ايضا من اجل المشاهد، وليقللوا ايضا كمان من حجم البطولات. يكفي لحد هذه اللحظة، لان الاصابات اللي شاهدناها كثيرة جدا. رباط صليبي، وهذا الرباط الصليبي الثاني لميليتاو، ولكن لماذا هو خير؟ ان اسينسيو، انتم الان لديكم اكتشاف جديد اسمه اسينسيو، وراح يبدع هذا اللاعب عنده تمريرات مش طبيعيه، واللاعب خلينا نشوف فقط في المواقف الدفاعيه، واكيد اهم من التمريرات. طب مشكله مبابي في اللمسه الاخيره، الانهاء عند مبابي كثير سيء. مبابي يفعل كل شيء، مبابي يمر من 1 من 2 من 3 من 4 من 5، يراوغ، سريع، مهاري، من امهر اللاعبين على مستوى كره القدم، ولكن اللاعب عنده ينقص الفينش. طب شو مشكله الانهاء او حل مشكله الانهاء؟ هاي المشكله كمان انا اعاني منها. مشكله الانهاء انك انت تحتاج تقعد مع لاعب هداف وتسمع منه نصائح. انت ما تضع نفسك في موقف امام حارس كره قدم، فتحتاج للاعب لديه الخبره الكافيه بان يعطيك هذا السر. يعني مثلا تقعد مع بنزيما، تقعد مع هالاند. مبابي اكيد يعني لا يجب عليه بان يمتلك الخبره الكبيره جدا او يمتلك التواصل مع هؤلاء اللاعبين حتى يقدر يستفيد من خبرات لاعبين هدافين في كره القدم. بامانه لا ذنب لانشيلوتي بالاخير ما راح ينزل في الملعب ويسجل هدف مكان مبابي. اما مشكلته مع فرنسا، احس الموضوع عادي طبيعي جدا، بان مبابي عنده مشاكل مع ريال مدريد ولسه اللاعب مش ثابت على مستوى. اتوقع ان الموضوع طبيعي جدا ما يحصل مع فرنسا او مع ديشامب. الموضوع طبيعي جدا جدا جدا. مبابي يحتاج لوقت فقط حتى يصلح كل شيء، لانه مبابي لاعب من اللاعبين البارزين للامانه في كره القدم. ما في اي اثنين يختلفوا على قيمه مبابي. فوز ريال مدريد برباعيه نظيفه وعاد ريال مدريد؟ لا، كل مباراة أحكمه على حدة، وأنا مثل ما قلت في أي فيديو أنا أنشره في قناتي، كل مباراة أحكم على حدة، لا أحكم على الموسم كله من خلال مباراة أو مباراتين. لا، ريال مدريد يحتاج لكل مباراة أن يكون الأداء تصاعديا، ولكن بعد هذه الإصابات هل تتوقع أن ريال مدريد سوف يعود للمستوى الطبيعي الذي شاهدناه اليوم؟ لأن مانو وسوسونا ما كان مخيف. هل تتوقع أن ريال مدريد سوف يستكمل على هذا المستوى أم لا؟ اكتب لي في التعليقات عشان نتناقش أنا وياك. صل على النبي واشترك في القناة وحط لايك في تابع في انستغرام، تابع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تابعنا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، فيسبوك، تيك توك، انستغرام، وريد، وكل مواقع التواصل الاجتماعي بنفس الاسم في قناتي في اليوتيوب. بس يكون صنعت الفيديو، وسلام من الله عليكم.